السلام عليكم البنات. غادي نصوبوا دي صابلي كيجيو رائعين للفطور للوليدات اولا حتى الكوتي. عندي هنا لاباطا صابلي، انا غير كنطاسيها بالموس، ما قطعتهاش باش ناخذ العبار ديال الدائره اللي غادي نحتاج. صافي هنايا من بعد ما خديت العبار درت واحد الزلافه لان ما عنديش قطعه كبيره وكنقطع بالموس كيف ما بان لكم. غادي نقطع 4 ديال الدوائر، وداك الشيء اللي بقى لي ديال العجينه شيط غادي نجمعو، غادي نصوب الدائره الخامسه. صافي كنديرهم في صينيه الفران. هنا غادي ناخذ واحد التفاحه، غادي نغسلها وغادي نقشرها وكنقطعها على هذا الشكل هذا. غادي ندير عليها واحد رشيشه ديال الحامض باش ما تكحاش. عندي هنايا الكومبون ديال التفاح، راه كيتباع في المحلات التجاريه، سواء هاد القرعه الكبيره اولا هذوك لي تيوب صغيورين ديال الوليدات. كنديروا واحد المعلقه تقريبا كبيره في الوسط، وكنحطوا داك لي طرونش ديال التفاح اللي قطعنا. تقدروا ديروا حتى البعويد بحال. من بعد ما كنستفوهم على هذا الشكل هذا غادي ندير لهم واحد رشيشه ديال القرفه الا كتعجبكم، وكذلك واحد رشيشه ديال السكر باش هكا كيذهب لينا داك التفاح وكيعطي واحد اللون زوين. صافي هنايا غادي ندوز، غادي نثني هذاك الجوانب ديال الصابلي على هذا الشكل هذا. بغيتو دهنوا الجوانب ديالهم دهنوهم، انا بالحليب يكون احسن باش كتعطي واحد لابغيونس زوينه. انا ما دهنتهمش، خليتهم بحال هكا لان غادي نزينهم من بعد بالسكر كلاصي. صافي من بعد ما كنجمعهم انا غادي ندير فوق منهم كرومبل، كان ديجا عندي واجد. ما عندكمش غادي ديروا قطعه ديال الزبده، تقطعوا الزبده وتحطوها مرصوات هكا غير شويه من الفوق من التفاح باش تعسل وتعطي واحد اللون ذهبي. كندخلوا الفران اللي كيكون مسخن من قبل على 180 درجه لمده ديال 20 حتى 25 دقيقه تيكونوا واجدين. هنا خليتهم حتى بردوا ورشيتهم بشويه ديال السكر كلاصي. شوفوا لي الشكل كيجيو رائعين البنات ومعلكين من الداخل. وسمعوا لي حتى التقرميشه اللي فيهم. كنتمنى ان الفيديو ديالي ما يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفات جدادين.